أما قولك يا أستاذتنا الكريمة على أن المغرب كانت له علاقات عميقة في إفريقيا، لم تكن موجودة بهذا العمق. المغرب لم يكن موجود أصلا، خرج من الاتحاد الافريقي سنوات. خليني لا اعود الى التاريخ، نحن نتكلم عن حاضر، تعودين الى سنوات ماضيه. نحن نتكلم الان في مرحله، اتكلم لك الان عن الدوله الفاطميه، واتكلم لك عن العبيديين في شمال افريقيا، وسنتوه في هذا وضعنا اليوم من خلال تاريخنا. يا استاذتي الفاضله، نحن نتحدث على هذه المرحله، التحرك. خلينا من زياره سياسيه او المسؤولين في مالي رفضوا التدخل الجزائري لانهم اعتبروا انه هذه التاكيدات. انا ما سمعت بك. انا صحفيه مثلك، عندي مصادر صحفيه يعني مثلك. مالي رفضت تدخل الجزائر في الوساطه بين الحكومه والازواج وفضلت وساطه المغرب. نعم. نعم. هذا ليس صحيح، لم يتم هذا. مش صحيح. يعني تقول ان عندك معلومات مؤكده. انا شخصيا العلاقات ليست بهذا العمق بين المغرب وافريقيا، خاصه وان المغرب انسحب من الاتحاد الافريقي. نعم، بسبب الجزائر، بسبب الصحراء الغربيه، بسبب الصحراء الغربية. الصحراء المغربية لا، ليست مغربية. لا، ليست مغربية. إذا كان ترد أن نرجع للتاريخ، هي ليست مغربية. ليست مغربية. ليست مغربية. لو كانت هذه الصحراء مغربية، بأي منطقة، إذا حتى المغرب كان يوصل لموريتانيا، كيف اليوم الصحراء مش مغربية؟ فين مغربية؟ كانت الدولة المغاربية، نتكلم عن الدولة المغاربية. الدولة المغربية الآن، الصحراء الغربية لم تكن يوما ما مغربية أبدا. لو كانت مغربية ما تقاسمها الملك الحسن الثاني مع موريتانيا، ولا تقاسمه، ولا عرض أن الملك الحسن الثاني أن يتقاسمها مع رئيس هواري بومدين. أنا مش معك بهالموضوع. أنا بعتبر الصحراء مغربية. حضرتك أنت تتابعين من أنت أي معطيات؟ أنا عم بتكل على، وصلت حتى المنطقة الداخل الصحراوية، مشيت هناك وعملت. نعم، صحراوية. وأنا نحيد عن الموضوع اللي بيمنعوهم يطلعوا من الداخل. أنا مشيت إليها، وأعددت تحقيق صحفي هناك، ولم أجد صحراوي واحد يقول على أنني مغربي. لم أجد صحراوي واحد يقول أنني مغربي. نحيد عن الموضوع. بيسترجوا يحكوا. هذه في الداخلة التي يحتلها المغرب. هذه في الداخلة. يا أخي أنا رحت الداخلة. يحتل المغرب؟ لا، ما بيحتلها. أنا رحت الداخلة. سيبقى هذا الخلاف إلى حين أن يتم الفصل فيه. حتى الأمم المتحدة تتحدث عن الصحراء الغربية، وهذا المطروح. هذه قضية مطروحة، ولا يمكننا أن نحلها في بضع دقائق هنا. حتى أرد الكفة إلى سياق الحديث الأصلي. هل يتحدى الملك محمد السادس الجزائر في منطقة الساحل كما عنونت صحيفة الخبر الجزائرية اليوم؟ أنا في اعتقادي لا يعني أنه تحدي، وحتى لا نعطيه بعد. يعني من حق الدولة المغربية أن تعمل، لنقولها بكل صراحة، هو استعراض قوة من المغرب في منطقة تعدى على الثاني. الجزائر اللي تعدت على المغرب، هيدا اليوم هلا شفناه، مش المغرب اللي عم يتعدى على الجزائر. فين تعدت هلا؟ هذا في الحدود ممكن يطلق عسكري رصاصة من هناك، وممكن المخدرات التي تصل من المغرب إلى الجزائر بالقناطير المقنطرة. أنا تحسبهم من تندوف عم يمرقوا. ما يمروا على تندوف، والله ما بعرف تندوف. مشيتي تندوف يا أخي من جنوب. لا، اعزموني أنا بروح. الإعلام المغربي، تشاهدين الإعلام المغربي. بس المغربي تشاهدين الإعلام المغربي. حضرتك أكيد إنه بس المغربي غير إعلام ما بيعرف شو عم بيصير بتندوف. ما يصير شيء في تندوف، ما يصير أبدا. ما يصير شيء. العالم وهذا يا أخي هي واضحة. مش ضروري إنه المغرب يبرهن ويبين. هي واضحة إنه مشكلة الصحراء الجزائر هي اللي عم بتخلقها من خلال التندوف. هيدي واضحة. يعني المغرب عنده مش دولة جديدة مثل ما حضرته عم بيقول، دولة قديمة لها تاريخ عريق وتاريخ أفريقي عريق. والمغرب اليوم تاريخ عريق. المشكلة الأساسية في قضية الصحراء بين جبهة البوليزاريو والمغرب. ولكن المغرب يريد البوليزاريو من خلق الجزائر تستقبل اللاجئين. الجزائر تدعم تطوير مصير الشعب الصحراوي. يعني أن المشكلة ليس بين طرفين من جبهة البوليزاريو والمغرب فقط، ولكن الجزائر. مين خلق البوليزاريو؟ مين بيدفع لنا البوليزاريو غير الجزائر؟ وليش عم تمولهم؟ وليش عم تساعدهم؟ الجزائر تفتخر أنها تساعد هذا الشعب. تساعد هذا الشعب. بتمول إرهابيين في تنزيل. لا ما تكون إرهابيين يا ست. شفتيهم بعينك إرهابيين؟ هو شعب مضطهد تشوفهم. ليش بيخلوك تروح تشوفهم؟ هو والمغرب يخلي الناس تروح تشوف ماذا يحدث في العيون والداخل. والله انت رحتي استاذ
صحافي جزائري وبيقول لي انه انا عندي موقف متحيز، حضرته بمعنى انه بيحكي باسم الجزائر، وانه الجزائر هي الدولة الاهم يحترم الدول الاخرى. انا لا احترم المغرب.